بادئ انا يعني اعتذر من الجميع لانه كان عندي سبب وظرف طارئ وانا ابلغت الدكتور محمد بسبب التاخير، ولكن انا اتشرف ان اكون موجود واستقبل الجميع في هذا المكان. بادئا في بدء يعني انا سعيد جدا بهذا الجمع الكبير، هذا الجمع الجميل، هذا الجمع الرائع، هذا الجمع الذي يمتاز بنوعيه اللي انا اعرف عديد منهم، ويعني تشاركت انا واياهم بعده جلسات. طبعا يعني انا ممكن يا اخوان يعني ممكن يعني اقترحوا انهم يدعوني اني اتكلم كلمه لصاحب تجربه، وهذه تجربه قديمه، وانا يعني كنت حوالي مده 12 سنه وانا رئيس وامين عام للحزب العربي الاردني، وهذه تجربه كبيره وهي كفيله ان تكون لديك اصبحت الخبره الكبيره في الحياه الحزبيه وفي تكوين الحياه الحزبيه وفي تشكيل الحياه الحزبيه. اولا يعني انا يعني الدرجه الاولى واللبنه الاساسيه اللي اولا اللي دعتنا ودعيت الدكتور ودعيت الكثير من الموجودين ان نبتدئ هذه الفكره هي تشكيل حزب جديد. اولا والسبب اولا يعني انا بدي اقول كلمه انه ننطوي او نندمج او ندخل او مع حزب اخر، هذه الفكره انا اقترح هي لا وثم لا. والسبب انا لو كانوا عندي ولقيت هذه المجموعه موجوده عندي في الزمن السابق في الحزب عندي اقول هذا حزبي، لو انه اجاني 10,000 بظلوا اسمه حزبي، وهكذا هي العقليه العربيه عندنا. والله لو ان رحت لاخر كل الاحزاب الاردن وانا حافظهم عن غيب وانا من مشكلهم جميعا، فاي حزب بدك تدخل فيه جديد وهذا هو حزب الرجل الاول اللي اسسه الاول، وبصير يقول لك المؤسس الاول كانه هو اسس الدوله واسس المملكه. هذا متعارف عليها، خليكم كونوا واقعيين. اما ولكن عندما نبني بنايه، انا ابني طوبه والدكتور يبني طوبه والفلان يبني، كل واحد يبني لبنه اساسيه، فهذا اصبح الحزب للجميع، يعني يبني حزب للجميع. وهذه هي زراعه حقيقيه. لما انا اقول ابو نشمي هذا حزبي بتقولوا لي بعدين معك، هذا مو حزبك يا ابو نشمي، احنا بنيناه كنا مع بعضنا، انا دخلت انا وياك بنفس اليوم، رقمي قبل رقمك، وبالتالي ما في اسمه حزب ابو نشمي او حزب فلان او علم ثاني. هذه بالدرجه الاولى. انا